السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض شوية كحك بحشوة العجوة، بس حكاية كحك سهل جدا بسيط، حلو قوي هيعجبكم. الكحكاية كده بتقرمش معاكي ومحشية من جوه تمر أو عجوة، حشوة رهيبة مغذية جميلة جدا في فصل الشتاء وغير الشتاء كمان هتحبوها قوي. طريقته سهلة جدا بسيطة، مش هياخد منكم وقت ولا مكونات. تعالوا كده نشوف الجمال ده تعمل ازاي بكل سهولة ومكونات سهلة جدا وموجودة عندك في البيت، ونقول بسم الله. هنعمل مع بعض برضو نص كيلو من الدقيق. ده قدامي هنا نص كيلو من الدقيق منخول كويس، هنزل عليه كده برشة من الملح. والنص كيلو ده تقريبا 4 كوبايات إلا ربع من الدقيق. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من السمسم المحمص، ومعلقة كبيرة من الشمر على ينسون، ومعلقة كبيرة من حبة البركة. نزلت عليها بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبي بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس جدا كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين. أول خطوة في أي معجنات هنزل بالحاجات الناشفة الأول، وبعد كده هنزل بالسوائل. أنا هنا هنزل بكوباية من الزيت على الزبدة، والزبدة تكون فكة معايا على البوتاجاز واسيبها تبرد. عايزة تعمليها سمنة على زيت ممكن، يعني ممكن كمان تعملي الكوباية كلها زيت ويدوب عليها معلقتين كبار من الزبدة أو معلقتين كبار من السمنة. بس لازم إضافة السمنة أو الزبدة عشان تخلي معاكي الكحكاية كده ناعمة شوية. بدأت أبس الدقيق زي ما احنا شايفين، وقلنا البس يعني تمسكي ما بين كفين ايدك كده وتبدأي تخلطي الدقيق بالدهون كويس جدا. بعد المرحلة دي هجيب كوباية إلا ربع من المية الدافية، عليها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من السكر، وهقلبها كويس واتأكد ان السكر داب معايا. هبدأ أنزل بالخليط على الدقيق. عايزة تتأكدي ان الخميرة شغالة معاكي وناجحة، هتركنيها لمدة 10 دقايق متغطية على جنب كده. هتلاقيها حجمها زاد وعملت رغاوي على الوش. تبقى الخميرة ناجحة معاكي. وزي ما انتوا عارفين ان انا ببقى متأكدة من الخميرة اللي انا بجيبها، فبحطها على طول على الخليط. زي ما انتوا شايفين انا مش بعجنها، انا بقلبها. يعني هتقلبي كده العجينة لحد ما تلاقيها شربت السوائل، لان انا مش عايزة اعمل عرق. يعني يا دوب كده تقلبيها يمين شمال لحد ما تحسي انها شربت السوائل، يبقى خلاص هي جاهزة كده وهركنها. يا دوب تريح ربع ساعة مش اكتر من كده. هسيبها تريح ربع ساعة لحد ما احضر الحشوة اللي هشتغل بيها في الكحك. خلاص كده انا خلصت تقليب فيها ولميتها بالسوائل. هبدأ انقلها بقى في بولة صغيرة، وهبدأ اركنها كده اغطيها اهم حاجة لحد ما احضر الحشوة. والحشوة زي ما احنا متعودين هتبقى عجوة او تمر. العجوة انا حطيت عليها معلقة كبيرة من السمسم، شوية من القرفة، ومعلقة من الزبدة أو السمنة أو الزيت المتاح عندك. طبعا أنا تشكيلها هيبقى زي ما انتوا شايفين كده صوابع صغيرة. عارفين كفتة الرز زيها بالظبط بس أصغر شوية من كفتة الرز. ببدأ أشكلها كلها كده الأول علشان تبقى معايا سهلة وأنا ببدأ أحشي الكحك اللي هعمله. خلاص عملت الكمية كلها كده وهبدأ بقى في التشكيل، وتشكيلها سهل جدا وبسيط. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي تشكيل الكحك شكله ايه. انا جبت هنا العجينة. اولا عملت كمية حلوة قوي، يعني ما تفكروش ان النص كيلو ده، لا ده بيعمل كمية حلوة جدا كمان. وبعدين لو احتاجتي ممكن تعملي غيره، احسن ما تقفي على كمية كبيرة وتبقي محتارة فيها وتطلعي منها تعبانة وهلكانة وتقولي لا مش عاملة تاني. فاعملي كميات صغيرة تخلص تعملي غيرها. انا جبت قطعة العجين كده وبدأت اعملها رول او اسطوانة عشان اسهل عليك الموضوع، عشان تبقى كل قطعة مقاس التانية. هتقطعيها بالسكينة، معلش الكاميرا اكلت الحتة دي، عشان كلها تبقى مقاس واحد. وهبدأ اجيب بقى العجوة زي ما انتوا شايفين، حطيتها على العجين وبدأت اقفلها عليها. يعني اعملي الصبع مقاس العجوة بالظبط كده.
بقفلها حلوة قوي من الجهة دي والجهة دي. شايفين بتتقفل ازاي؟ قفلي كل قطعة فيها حلوة قوي كده، وهتحطيها بقى على الحتة اللي انت مقفلاها ديت على الرخامة، وابدأي ابرميها، هتبقى برمة خفيفة قوي. شايفين؟ هتلاقي بقى العجوة جوه كمان بتتفرد وبتتظبط معاكي، هتوصل للطول المناسب اللي انت عايزاه. وبعد كده هتلفيها على بعضيها، وهتعملي الحرفين فوق بعض، وهتتكي عليهم حاجة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. هبدأ بقى احطهم في صينية. الصينية مش هدهنها اي حاجة لان الكحك فيه نسبة دهون كويسة. اوريك واحدة كمان. انا جبت هنا القطعة فردتها كده بالطول شوية، وبدأت جبت العجوة. يعني انتي ميزانك كده عينيكي بتشوفي الصبع العجوة قد ايه وبتعملي مقاسه كده. وبدأت اقفل عليها من الجوانب، وبقفل كمان من الجهتين. بقفلها حلوة قوي علشان ما تطلعش مني، وببدأ ابرمها على الجهة المتقفلة زي ما انتوا شايفين كده. سهلة خالص وسريعة وبسيطة، والله ما خد مني وقت خالص. جربوه، يعني حلو جدا، احلى كمان من القرص الطرية. برمته كده بالراحة خالص وقفلته على بعضه، حطيت الحرفين على بعض وظبطيهم كده، وانتي بتحطيهم كمان في الصينية. هسيب مسافة بسيطة جدا ما بين كل واحدة والتانية، لانها مش هت حجمها مش هيزيد قوي، يعني الحجم هيتني زي ما هو كده. عايزه اقول لكم بقى في الفتره دي هتكوني مجهزه الفرن على درجه حراره تحت المتوسطه. يعني انا في القرص اللي محشيه بالعجوه قلت لكم نار عاليه فوق المتوسطه عشان القرص ما تبقاش ناشفه معايا. لا، انا عايزه بقى بالنسبه للكحك ده عايزاه تحت المتوسطه على الشبكه في النص، لان هو مش هياخد وقت منك خالص، علشان نسبه الدهون اللي فيه هتلاقيه احمر من فوق وتحت. يعني نخلي بالنا قوي. وهسيبه بقى يهدى شويه خالص لما بيطلع من الفرن يبرد، وهبدا اشيله من الصينيه، يعني ما اشيلهوش وهو سخن علشان ما يتفرفتش مني ويتكسر. هيطلع معاكي بقى شويه كحك ناشفين محشيين بالعجوه، حكايه حاجه كده، وهم حاجه روعه. هتاكليها بقى وتستمتعي بيها. جربوها، انا متاكده جدا ان الجمال ده هيعجبكم، وان انتوا بتحبوا الاكلات اللي محشيه بالعجوه والتمر وكده، جنب كوبايه الشاي بقى او الشاي باللبن او الكابتشينو، وعيشي حياتك. حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وبألف هنا.